Hey everybody, I'm James Gunn. I'm the co-CEO of DC Studios. Not impressed. سلام عليكم. طبعا كلنا شفنا الجزء الأول من عالم دي سي وردود الأفعال اللي كان في منها إيجابي وسلبي، وأنا بصراحة واحد من الناس اللي ما كنتش متحمس أوي للعالم ده، ودلوقتي هقولك ليه أهم الأسباب اللي مخلياني مش متفائل بمستقبل عالم دي سي مع جيمس جان. بس طبعا قبل ما نبدأ الكلام حابب أفكرك لو أنت لسه مش مشترك في القناة ياريت تنزل تشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. عايزين نوصل ل1000 مشترك في أسرع وقت، وطبعا متنساش اللايك الجميل عشان ده فعلا بيساعد. معاكم محمد وليد، ويلا بينا نشوف مع بعض ليه جيمس جان ما ينفعش يكمل في دي سي. طيب عشان أكون صريح معاكم أنا هبدأ بالإيجابيات والحاجات اللي عجبتني، وبعد كده هنتكلم أكتر عن التفاصيل اللي معجبتنيش، وده طبعا من وجهة نظري اللي أكيد هنتناقش فيها في الكومنت. بالنسبة للإيجابيات والأعمال اللي أنا متحمس لها شوية واللي ما كانتش كتير أوي للأسف، مسلسل لانترز واللي كنت مستنيه من زمان أصلا، من أيام ما كان فيلم مع زاك سنايدر لحد لما بقى مسلسل مع والتر حمادة لحد دلوقتي لما وصلنا مع جيمس جان واللي أعلن عنه أخيرا. المسلسل هيكون مليان بألغاز وتحقيقات في الفضاء واللي هيحقق فيها هال جوردن وجون ستيروس، فمتوقع جدا اللي احنا نشوف ثنائية قوية. وغير كده بقالنا كتير أوي ما شفناش أي حاجة لها علاقة بجرين لانتر من أيام الفيلم اللي نزل، فيعني أتمنى إن هما يقدموه بشكل كويس لأن المسلسل ده احنا مستنيينه من زمان، فما أقدرش أقول إن هو تبع جيمس جان لأن المشروع ده موجود من زمان أصلا. وغير كده طبعا فيلم باتمان ذا بريف اند ذا بلود واللي في ناس كتير مستنيينه. اي نعم في علامات استفهام حوالين الفيلم ده، ليه روبن في الفيلم ده هيكون ديميان وين مش جيسون تود ولا ديك جريسون، ولكن ده معناه ان خلاص كل نسخ روبن اتطورت في العالم ده، ولو ظهروا هيظهروا بهيئتهم الجديدة سواء كنايت وينج او ريد هود. طبعا بالنسبة لي اتمنى ان بين افليك يكون لسه مكمل في الدور، بس اصلا جيمس جان ما جابش سيرته، ولو بين افليك هيكون موجود فغالبا هيكون موجود كمخرج والدور هينتقل لممثل تاني، فيعني الواحد متحمس وقلقان في نفس الوقت. ولكن في كل الأحوال أنت عندك عالم كامل لباتمان لوحده مع مات ريفيز، واللي أكد رسميا إن الجزء التاني هيكون اسمه ذا باتمان بارت 2. أنا عارف إن الاسم مش كرييتيف خالص، بس الواحد مطمن شوية على باتمان مع مات ريفيز على عكس باتمان مع جيمس جان اللي لسه ما نعرفش هيكون مصيره عامل ازاي. فيعني بس دي كانت الأعمال اللي أنا كنت متحمس لها شوية، مسلسل وفيلم من 10 أعمال، فيعني دي في حد ذاتها سلبية كبيرة جدا بالنسبة لي، اللي أنا كنت متوقع مفاجآت كتيرة أكتر من كده. ولكن خلينا دلوقتي نتكلم في السلبيات، وأول سلبية معانا وهي تصريحات جيمس جان عن هنري كيفيل وإن هو مطردوش من دور سوبرمان. هو أصلا هنري كيفيل مكانش موجود في المشروع من الأول، وإن هو هيقدم سوبرمان جديد عنده 25 سنة. فيعني أنا بصراحة مش مقتنع خالص بالكلام بتاع جيمس جان ده، لأن زي ما هو واضح العالم اللي هو بيبنيه مش عالم جديد بالكامل، لأن احنا شايفين في مسلسل عندك لأماندا وولر اللي لسه مكملة عادي، ولسه الباب مفتوح قدام أكتر من ممثل زي إزلا ميلر وجالا جادوت، وغير كده أقوى مان احتمال يتعمل له جزء تالت. فيعني مش شايف أي سبب لرحيل هنري كيفيل من الأول ده، لأن أنت عندك أساسا سوبرمان صاحب البشرة السمراء اللي أنت سيبته يكمل في العالم الخاص بتاعه عادي، وسايب سوبرمان أند لويس وجاي على أهم سوبرمان وأكتر واحد عنده شعبية وتمشيه عشان عايز تبدأ عالم جديد. فيعني الكلام مش منطقي خالص، وباين جدا من ردود الأفعال عن التصريحات دي إن في حاجة غلط في موضوع سوبرمان ده، لأن الناس أساسا بتتكلم دلوقتي عن هنري كيفيل أكتر ما بيتكلموا عن فيلم سوبرمان نفسه. فيعني ده كان بالنسبة لملف فيلم سوبرمان لاجاسي، واللي بالنسبة لي كل اللي حصل فيه مش منطقي لحد دلوقتي. غير كده خلينا ننتقل للأنيميشن واللي ما كانش حاضر خالص في خطة الأعمال اللي جاية غير بمسلسل واحد وهو كريتشر كوماندوز.
فيعني أنا عن نفسي شايف إن الأنيميشن في DC مش محتاج إن هو يتعدل عليه أو إن هو يكون جزء من العالم السينمائي ده، لأن الأنيميشن كان الحاجة الوحيدة اللي ماشية صح الفترة اللي فاتت، فياريت لو تسيبوه في حاله. وغير كده طبعا بقية الأعمال ما كانش حواليها ضجة كفاية. يعني انت مثلا عندك مسلسل عن جزيرة زماسكيرا قبل ولادة وندر وومن، فيعني لازمته ايه اصلا؟ انت بتتكلم عن مسلسل بطولة نسائية بالكامل، وغالبا هيخش فيه اجندات تانية، يعني هيكون عبارة عن عك في عك. وغير كده فيلم سوبر جيرل مش اكتر حاجة الناس مستنيينها دلوقتي، حتى لو متاخد من كوميكس كويسة، انت لحد دلوقتي اغلب اعمالك بطولة نسائية. وغير كده عندك فريق ابطال خارقين أول مرة نعرفهم، ومفيش تجمع لأعضاء الجاستس ليج أو أي حدث يخليهم يتحدوا مع بعض، وتقديم شخصية جديدة كل الهدف منها عشان كريس برات يلعب دور في DC بعد ما يخلص مع مارفل. سوام سينج ممكن يكون كويس بس مفيش رابط ما بينه وما بين بقية الشخصيات، الخطة عشوائية جدا ومفيش توضيح من الفيلن الرئيسي للمرحلة دي. وما حسيتش إن جيمس جان ملا فراغ عالم زاك سنايدر اللي قبله. وانا مش بقول كده عشان انا توكسيك فان ومتعصب لزاك سنايدر ومش بشجع DC والكلام الفارغ ده، لا، اغلب الناس ملاحظين ان الخطة مش واضحة. يعني خلينا نتكلم عن اهم 3 شخصيات عندك في خطة عالم DC. وندر وومن مش موجودة اصلا ولسه ما اتولدتش، سوبرمان عنده 25 سنة، باتمان يعني باتمان كبير، فانت هنا ما عملتش حاجة جديدة. وبالنسبة للممثلين الصغيرين اللي انت هتضمهم من مارفل اللي هم اساسا معديين ال40 سنة، انا شايف ان الكلام كله نفاق، والخطة لحد دلوقتي مش كفاية على القرارات الكارثة اللي طلعت الفترة اللي فاتت. فيعني بالنسبة لي جيمس جان ما نجحش حتى ان هو ينسي الناس عالم DC القديم، لا، لسه في ناس عايزين العالم ده يرجع، اللي كنا على الأقل عارفين هو رايح لفين وإيه الخطر اللي إحنا بنواجهه والشخصيات اللي هتتقدم قدام والملحمة اللي إحنا داخلين عليها. أما اللي بيحصل دلوقتي فهو بداية فشل كبير جوه عالم DC، وحرفيا DC هتتأخر 10 سنين لو فضلت مع جيمس جان. فيعني ياريت ديفيد سازليف يلحق نفسه، لأنه واضح إن هو داخل على خسارة أكبر من الخسارة اللي هو فيها أصلا. بس في الآخر ده مجرد رأيي الشخصي عن عالم DC اللي لسه هيبدأ في 2025. فيعني أظن إن إحنا قدامنا وقت كفاية إن هم يراجعوا نفسهم قبل ما يبدأوا العك ده. بس في الآخر ده مجرد رأيي عن عالم DC اللي هيبدأ إن شاء الله من 2025. فأنا شايف إن ده وقت كفاية إن هم يراجعوا نفسهم قبل ما يبدأوا الكارثة دي. بس في الآخر ده مجرد وجهة نظري، أتمنى إن انتوا تشاركوني تحت رأيكم في الكومنت، هل انتوا متفائلين بالخطة دي ولا لأ؟ وشايفين إن جيمس جان ممكن ينجح في التحدي بتاعه ولا هيدمر عالم DC أكتر ما هو متدمر؟ يهمني أسمع رأيكم تحت في الكومنت. وكالعادة لو عجبك محتوى القناة وعايز تشوف فيديوهات أكتر ياريت تنزل تحت تشرفنا وتشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. طبعا متنساش اللايك الجميل لو عجبك الفيديو. كالعادة كان معاكم محمد وليد، أشوفكم على خيرة الله في الحلقات اللي جاية. سلام.